اسم المبادرة النسوية للحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في حلب. في لحظة استثنائية بعد غياب دام 26 عاما، تلقت الشعوب نداء القائد عبد الله أوجلان مصورا حاملا معه روح التغيير ونفسا جديدا نحو السلام والديمقراطية. كان هذا الظهور رسالة واضحة لبدء مرحلة جديدة تبنى على الحوار، العدالة والمجتمع الديمقراطي. بالنسبة للنساء، لم يكن النداء خطابا سياسيا فحسب، بل إعلانا يتجاوز الشكل إلى المضمون، يضعنا أمام مسؤولية المشاركة الفعلية في صياغة المرحلة المقبلة وفي بناء مستقبل يتسع للجميع بإنصاف وشراكة متكافئة، وتأكيدا على الدور المحوري للنساء في التحول السياسي لبناء السلم المجتمعي ومؤسسات الديمقراطية، وتعزيز المبادرات النسوية كمساحات إنتاج للصوت السياسي الناضج. وفي سياق هذا التحول، شهدت مناطق عديدة منها حلب احتفالات شعبية امتزج فيها الفرح بالوعي والرسالة بالأغنية، حيث شاركت النساء بفاعلية في المسيرات، معبرات عن استعدادهن للتفاعل مع نداء المرحلة بروح المسؤولية الجماعية. وعليه نؤكد حرصنا على دعم المسار الديمقراطي بما يراعي التنوع ويكرس قيم العدالة والمشاركة المتساوية. التزامنا بإنتاج معرفة سياسية نسوية تسهم في صياغة خطاب جديد يتوافق مع واقع المجتمعات وتطلعاتها. إن نداء القائد لم يكن موجها لمرحلة سابقة، بل لأفق جديدة يحتاج صوتا نسائيا واعيا ومبادرا، ونحن نعتبر هذا الصوت جزءا أساسيا من هذا التحول. نحن العاملات في الأطر النسوية والمجتمعية نؤكد حرصنا على دعم المسار الديمقراطي بما يراعي التنوع ويكرس قيم العدالة والمشاركة المتساوية. استعدادنا لتنظيم ورش عمل ولقاءات حوارية حول مضامين النداء وتطبيقاته العملية من منظور نسوي. التزامنا بإنتاج معرفة سياسية نسوية تسهم في صياغة خطاب جديد يتوافق مع واقع المجتمعات وتطلعاتها. لطالما أهدانا القائد رسائل الحب والسلام، واليوم أهدانا رسالة تحمل في طياتها الأمل لبناء مجتمع حر تسود العدالة والمساواة، ويرفض الرضوخ للظلم والاستبداد، وتوحيد الشعوب وترسيخ مفهوم الأخوة فيما بينهم. وكان لهذا النداء التأثير الإيجابي على المرأة لتقف مرفوعة الرأس وتقود المجتمع بفكرها الحر وترفع من وتيرة نضالها في المرحلة المقبلة. بناء عليه نؤكد ارتباط حرية المرأة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان علاقة وثيقة لا يمكن فصلها. لذلك نحن نطالب باللقاء بالقائد عبد الله أوجلان. لا حياة بدون القائد.